أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم من معصية أمره ومخالفته. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فأبشع صفة يتصف بها الإنسان أيها الإخوة هي صفة الكذب. لذلك ذمها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فقال: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإنه مع الفجور، أي الكذب يوصل للفجور، وهما في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله. والكذب أيها الإخوة من صفات المنافقين. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه إحداهن كان فيه صفة من النفاق حتى يدعها. من هذه الثلاث: وإذا حدث كذب. ويقول صلى الله عليه وسلم: على كل خلة، أي صفة يطبع عليها المؤمن، ممكن تشوف فيه كل شيء إلا الخيانة والكذب. شوف، مؤمن خاين مستحيل، مؤمن كذاب مستحيل. إذن إلا الخيانة والكذب، كما يقول صلى الله عليه وسلم. فما رأيكم أيها الإخوة بنظام يحكم بلدا أكثر من 40 سنة بالخيانة والكذب؟ حينما يحترف نظام الكذب والدجل والخيانة فأمر طبيعي أن يقرفه وأن يمجه القاصي والداني. الكذاب منبوذ، أيا كان هذا الكذاب، لا أحد يجالسه ولا أحد يتعاطى معه، فهو ممجوج. اللهم إلا من ماثله في الكذب والخيانة والسوء والرذيلة، فهؤلاء يجالسون بعضهم ويتعاطفون مع بعض. إليكم أيها الإخوة بعض الصور الفاضحة لكذب عصابة الأسد في سوريا. نظام قائم على الطائفية والعنصرية ويدعي أنه قومي. أنت لم تخرج من حدود طائفتك، فكيف تدعي القومية؟ نظام فاسد ومفسد، ومع ذلك يتشدق بالإصلاحات والإصلاح. إمتى كان المفسد عنده منهج في الإصلاح وعنده أجندة إصلاح؟ إمتى كان الحرامي ينظر في الشرف؟ نظام يقتل شعبه ويدعي أنه مدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني. روح دافع عن شعبك وصون شعبك. تقتل شعبك وصرت مقاوم وممانع عن الشعب الفلسطيني. نظام من أهدافه الحرية، وحدة حرية اشتراكية، كتبوها على الحيطان وصرعون فيها، وحينما طلب شعبه الحرية قتلهم، لأنهم طلبوا الحرية واعتبر الحرية جرم من أعظم الجرائم التي يعاقب عليها قانون الفاسد الطاغية في سوريا.
ما رأيكم أيها الإخوة بنظام لا يكذب فقط في السياسة، يكذب في الزراعة، يكذب في الصناعة، يكذب في الاقتصاد، يكذب في الأخبار ونقل الأخبار، ويكذب حتى في النشرات الجوية؟ هذا كله موجود في سوريا. وأعطيتكم صور أنا فاضحة كل الناس تعرفها، وإن جئنا نعدد أساليب وفنون الكذب ما تتسع خطب السنة كاملة لصور الكذب التي يتعاطى بها النظام في سوريا. والآن كان من ذلك أيها الإخوة أنه يقتل الآن شعبه في حمص ثم يتباكى ويكذب، وكأن كل العالم مثل من حبكجي جماعة النظام، صم بكم عمي بهم لا يفهمون، هيك بفكر كل العالم مثل هالكم واحد اللي حواليه. أمر طبيعي معذور، ترى نظامنا يفكر هالتفكير. تعرفوا ليش؟ لأنه ما في حواليه غير هالكم واحد بهيمي أعز الله السامعين، جماعة من حبكجي والطبول، ولا يعرف أحد غيرهم وما اختلط بأحد نهائيا ولا يسمع لغيرهم، فبفكر كل العالم مثل البهائم هؤلاء يصدقون كل ما يقول. يقصف حمص بالصواريخ وتصور الصواريخ بالفيديو والبث المباشر، وتسقط هذه الصواريخ على رؤوس الأطفال وعلى رؤوس النساء، مما يضطرهم للنزول إلى الأقبية. البيوت باردة موت في الشتاء، ما في مازوت، فما قولك بالأقبية تحت؟ لكن يا أخي البرد بتم أرحم من الصاروخ. فينزلون بسبب الصواريخ التي تأتي من فوق من السماء إلى الأقبية، هذا إن بقوا أحياء. وبعد ذلك تأتي قنوات النظام الخارقة الحارقة التي لا يشاهدها إلا الأغبياء والمغفلون، لتقول إن الرجل الوطواط وساسوكي وسلاحف النينجا هم من فخخوا البيوت في حمص حتى سقطت على رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ. النظام في سوريا أيها الإخوة يتنفس الكذب صعودا ونزولا، ولم يبق فيه ذرة من الحياء إطلاقا. لذلك صار منبوذا ممجوجا، لا أحد يتعاطى معه. قلعوه من الجامعة العربية وقلعوا سفراءه وبهدلوه مسحوا في الأرض. لو كان يستحي كان شال حاله مشي من زمان، لكن كما أكدت لكم سابقا فقد كل أنواع الحياء ولم يبقى فيه ذرة من الحياء إطلاقا. سبق أن بينا للإخوة في أكثر من موقف أن مصيبتنا في سوريا تختلف عن مصيبة الشعوب العربية كلها. الأنظمة العربية من المحيط إلى الخليج عصابات طغم ظالمة، لكن الموضوع نسبي. في قمة هرم الطغيان يأتي النظام السوري، وحينما نتكلم عن بعض الجرائم لا نستوفي نحن ولا 1% من حق جرائم النظام، وطلبنا من الجميع أن يعذرنا. نحن نعرف أن بعض الأخوة قد لا يهتم للشأن السوري على سبيل المثال، لكن نقول أيها الإخوة علمنا شرعنا وعلمنا ديننا أن نهتم لأي إنسان ولو وجد في مجال إفريقيا، وخصوصا إذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن إذا حصلت هذه المجازر في الصحارى أو في مجاهل إفريقيا تدمع لها عيوننا وتأسى لها قلوبنا، فكيف إن حصلت في بلد عربي أو بلد مسلم؟ فبالتالي حربنا مع هذا النظام ليست حرب سورية إن صح التعبير، هي حرب إنسانية إسلامية ضد الظلم والطغيان الذي يعانيه ليس فقط أقول الشعب
السوري في سوريا، لك الشعب السوري والشعب الفلسطيني واللبناني وكل شيء موجود في سوريا مظلوم، وكل شيء موجود في سوريا منكل به. فالواجب الشرعي والأخلاقي والإنساني أن يقف كل العرب وكل العالم مسلمهم وكافرهم في وجه هذا الطاغية الكذاب القذر. كل من خرج عليه من قرابة 11 شهر هو صاحب أجندة ومدفوع له. تصور كل من قال له يا أخي أبوك اللي فطس صار له 40-30 سنة مسك الحكم 30 سنة، وانت الله لا يكبرك صار لك 10-11 سنة، خيو طيب حلوا عنا، خلينا نشوف حياتنا ونشوف عمرنا بكفينا. بقول له انت عميل صاحب أجندة خارجية مدفوع لك. نقول ما يقارب 70% من الشعب السوري كان تحت خط الفقر على مدى 50 سنة، وما زال الفقر يزداد. يعني 5 سنين بصيروا 90% تحت خط الفقر بفضل إنجازات بشار وإصلاحات بشار. نصف الشعب السوري مهجر في الخارج، 50 سنة لم يستطع كفايتهم وزاد فقرهم، وإجي أمير قطر سبحان الله ب10 شهور كفى كل هالناس، 70% كفاهم ب10 شهور، وأعطاهم عطاء ألزمهم أن يخرجوا في مواجهة الدبابات والرصاص والصواريخ. إيش شو هالهراء؟ والله إذا ما كان دكتور الواحد ما زعل، بس مشتري شهادة دكتوراه وضربنا منية وعلى أساس مثقف وعما تهذي وتغرف بما لا تعرف، يعني مصيبة كبيرة. لذلك أيها الإخوة بغبائه بكذب بشار ونظامه في سوريا هو أسقط نفسه قبل أن يسقطه الناس. ب10 شهور اجى أمير قطر وأبو الصعصاع والقعقاع ورئيس ما بعرف مين، يوم الحريري ويوم ما بعرف مين، كفوا هالناس ب10 شهور اللي هو خلال 50 سنة ما استطاع أن يكفيهم، بل وازداد فقرهم وإفقارهم. إذا ما احترف نظامنا أيها الإخوة الكذب، وإذا ما احترف نظام الإجرام، وإذا ما احترف نظام الخيانة، فهذا السؤال برسم من حبكجي جماعة النظام الأغبياء، سؤال نريد الإجابة عنه. يا ترى إذا ما احترف هذا النظام الكذب والإجرام والخيانة، هل يبقى هناك بد من إسقاطه؟ وهل هناك مخرج آخر غير إسقاطه؟ ننتظر جوابه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم خير المستغفرين.